اليوم كنعطيو انطلاقه ديال يعني كنديروا الزياره ديال الورش ديال تهيئه الطريق الجهويه 205 اللي كتربط مدينه اسفي بالطريق يعني بإيغود. هو محور مهم. التهيئه ديال هذا المحور هذا غادي تكون في اتفاقيتين ديال الشراكه. المقطع الاول ما بين اسفي وسبت كزوله على 27 كيلومتر غادي يتم التثنيه ديالته في اطار اتفاقيه ديال الشراكه مهمه مع مجلس الجهه والمجلس الاقليمي ديال اسفي. والمقطع ما بين سبت كزوله حتى الايغود اللي حنا متواجدين به كتم التهيئه ديالته في اطار اتفاقيه ديال الشراكه من اجل تثمين الموقع الاركيولوجي ديال ايغود. هاد المشروعين بجوج اللي كيهموا الطريق الجهويه 205 غادي يمكنوا من فتح يعني التبادل، يعني تحسين جوده التنقلات والخدمات المقدمه لمستعملي الطريق والسلامه الطرقيه، مؤشرات السلامه الطرقيه بالنسبه للتنقلات ما بين قطب اسفي وقطب شيشاوا مرورا بمركز نكا وايغود. دونك هذا المشروع المهيكل الاخر نطلعوا على التفاصيل ديالو، وكذلك غادي نقدموا بعض اهم المحاور ديال المنجزات والمشاريع التي في طور الانجاز، وكذلك المبرمجه في مجال تاهيل وتطوير الشبكه الطرقيه المهيكله. في هذا الصدد كنهضروا على كذلك عده مشاريع، منها المشاريع اللي منجزه الطريق الجهويه 202 يعني واحد العدد ديال الطرق، ولكن منها اللي في طور الانجاز. ونذكر على وجه الخصوص يعني المشاريع المندرجه في اتفاقيه الشراكه مع المجلس ديال جهه مراكش اسفي والمجلس الاقليمي لاسفي، اللي كتهم اضافه الى تثنيه المحور اللي تحدثنا عليه ما بين اسفي وسبت كزوله، كتهم تهيئه الطريق الساحليه 301 ما بين الحدود مع اقليم الصويره والحدود الترابع مع اقليم سيدي بنور. في هذه الساعه احنا فرحانين بهذا التنشين ديال الطريق اللي غتكون عندها بزاف ديال سميتو بزاف عندها وقع كبير على الساكنه، لانها غتربط بين تقريبا بين سبت كزوله، خميس نكا، العمامره، يغود، يعني مرورا بيغود حتى مدينه شيشاوا، حدا مدينه شيشاوا. هذه من بادره طيبه، وكنتمناو باش تكون مزيد من التدشينات ومزيد من باش يكون مزيد من المسالك باش تفك العزله على العالم القروي هنا اللي كان هنا. كاين بعض المناطق اللي بزاف كتعاني بزاف، وخصوصا طالها التهميش في المجلس اللي داز، طالها في المجلس اللي داز من سواء من طرق قناطر، سواء من الكهرباء، من مد الشبكه الكهربائيه، من السقايات. باقي كنعانيو من الماء هنا، نقص من الماء، نقص من الطرقان، نقص من سميتو ديال كاينين البلايص اللي خاصهم قناطر، شق مسالك طرقيه. احنا مازال كنطلبوا من السيد العامل باش يعاوننا ويمد لنا يد المساعده. كما قلت مشاهدينا الكرام، تابعوا قناه نحن معكم من جماعه الرجال اللي يستمع الشروحات حول هذا المشروع. الان يعطي انطلاقه وفقة رئيس الجماعه النكا والمراسله كالسيد الكاتب العام الرئيس.